هو لما واحد يطلق مراته وتقعد معاه في نفس البيت، مم. ينفع ان هي تقعد معاه ولا المفروض ان هي تسيب البيت؟ ولو لمسها هل ده حرام ولا حلال؟ طيب انا ممكن اسالك انا سؤال؟ مم. هو دلوقتي لو الراجل طلق مراته، بقت مراته ولا بقت اجنبيه عنه؟ ده السؤال، عندك رد؟ اه، ايه؟ هتبقى مراته برضه. طب لما هي هتبقى مراته، ليه تسيب البيت وتروح تقعد عند ابوها؟ نركز مع بعض يا اخوانا. دلوقتي واحد قال لمراته انت طالق، خلاص. في مسألتين. المسألة الأولى، بتسيب بيت جوزها وتروح تقعد عند أبوها. السؤال ليكي، اللي بتسيبي بيت جوزك ليه؟ ربنا قال الست ما تسيبش بيت جوزها إلا في حالة واحدة. إيه هي يا ربي؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي قراءة مبينة. شفتها بتزني، يلا روح عند بيت أبوكي ما ترجعيليش تاني، أنت واحدة حرام عليك العيشة أصلا. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو أنت طلقتها الطلقة التالتة خلاص ما تقعدش، يبقى ساعتها الست هنا تخرج. وده نص كلام رسول الله لما قال لفاطمة بنت قيس لا سكن لك، الحقي بأهلك يلا. لما جوزها طلقها 3 طلقات، يبقى دي المسألة الأولى. يبقى ما تطلقهاش. ونصيحة مني، ما توداش عند بيت أبوها لو طلقتها. عادي انزل الشارع، اتمشى، روح اشرب أي حاجة، روح الجيم، روح التمرين، ما ترجعهاش عند بيت أبوها. ليه؟ عشان الشياطين. وما أدراك، مش احنا قلنا؟ مش احنا قلنا ده؟ احنا نصحناكي، ما احنا قلنا لك واحنا مش انت عارف بقى، في ناس هتتمنى لك الغلط. في ناس واقفه لك على شعرايه. خد بالك. ده رقم واحد. رقم اتنين، هابي ان هو طلقها وربنا كرمها بواحد عاقل ورزين ورشيد كده، قال لها انت طالق، وقعدت في البيت. السؤال بقى، سؤال ليك، هل ليها ان هي تتزين له وتلبس لبس حلو وجميل وتعيش حياتها، ولا تبقى قاعده بقى كده خملانه وخمرانه كده وتحس ان هم اجنبيين عن بعض؟ ها، ردي. مش اجنبيه عنه. طيب يعني ليها ان هي تتزين؟ ليها اه. الدليل؟ لان هي اصلا لسه رصيد العده ما خلص. يا سلام، ماشي. في شوكولاته النهارده. بص يا اخوانا، الحياه الزوجيه دي والله اللي يفهمها بمشيئه الله اموره هتبقى طيبه جدا. دلوقتي الراجل قال لمراته انت طالق، ممكن اعرف توديها عند بيت ابوها ليه؟ طب هي اللي بيقول لك لا ما تتزينش، بص، المالكيه والشافعيه قال لك لا تتزين ولا يلمسها. ليه؟ قال لك لانها في حكم الاجنبيه. طب ايه دليلكم؟ قال لك لان الزواج يبيح الاستمتاع، وعكس الزواج الطلاق. فاذا كان الزواج يبيح الاستمتاع وعكسه الطلاق، فان الطلاق يحرم الاستمتاع. يبقى لا تلبس، ده دليل عقلي. ده دليل عقلي. واستندوا لروايه للتابعي الجليل الكبير عطاء انه حرم ذلك. المذهب الثاني هو قول مين بقى؟ قول الحنفيه والحنابله، وانتصر له الامام ابن حزم رحمه الله. قال لك لا، عادي تلبس وتتزين وياكلوا سوا ويشربوا سوا، وما هي الا طلقه من رصيد عدده. هو طلق واحده عنده اتنين. بالدليل قال لك لان الله عز وجل قال وبعولتهن، فربنا اثبت ان هو لسه بعلها، وبعولتهن احق بردهن في ذلك. فربنا اثبت ان هو بعلها وليه ان هو يردها ومفيش مشكله خالص. شوف بقى الكلمه الثانيه قال لك ايه؟ فلعله عندما يراها مزينه له تروق في عينه فيقربها. ما هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين ان هي تتزين. خلاص طلق، رنزل الشارع، راح الشغل، تقعد بلبس حلو جميل، مش عارف طقم يغريه يقربوا منها. ما هو ده اللي احنا عايزينه. مش عايزينها تسيب البيت عشان المشاكل اللي بتحصل بعد كده. تتزين له وتلبس له ومفيش مشكله خالص، وهو ده الاليق والاقصد بمقاصد الشريعه. يا اخوانا البعد بيجيب جفوه، البعد بيجيب شده، بيجيب قسوه. شيطانك هيفضل قاعد معاك، هيفضل يفكرك بكل حاجه وحشه هي عملتها، وهي تروح تحكي لامها وما ادراك ما امها، وتحكي لاختها وعمتها وخالتها، وشياطين الانس يدخلوا وشياطين الجن يركبوا فوق الدماغ. باظت الدنيا. لكن طول ما هي قاعده في بيتك، خلاص نزلت انت، هديت، وهي اتزينت لك، خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، حقك عليا، انا عازمك النهارده على كيلو كفته ولا مش عارف ايه، الدنيا هديت وبقت حلوه وجميل، خرجت من بيتك استشرفها الشيطان لا تأتي بخير. خلصت المسألة. لو مراتك خرجت من بيتك بعد ما طلقتها، والله لن ترجع بخير. بس كده، مش هطول عن كده. عشان بقى لصاحبتك اللي اول ما جوزها يصرخ فيها تروح جاريه على امها، وانت لصاحبك اللي هو نرفوز عصبي ده، يعني ما بيعرفش يمسك نفسه. بس كده خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.